اصل ده الاختبار الحقيقي بتاعك. الاختبار الحقيقي كسيلز مان مش انك تعرض منتج وتقعد تكلمني عن شويه معلومات انا عارفها. لما يجي لك اوبجكشن او اعتراض بيبدا بقى الاختبار الصح. هنا بقى بيبان قوه السيلز مان اللي فاهم اعتراضات وهادي وراسي ويعرف يتعامل معاها. انت بتتكلم في فن الاقناع مش في اي كلام، فن تغيير العقول المعترضه علشان تخليها تشفت وتقتنع بالمنتج اللي معاك. فعمليه مش سهله. قبل ما نستفيض قوي في موضوع الاوبجكشنز والاعتراضات واشكالها وانواعها وازاي نهندل كل اعتراض، كل ده هنحكي فيه. بس انا عاوز الاول فكر معايا كده، ايه هي السورسز بتاعه الاعتراض؟ ما هي مصادر اعتراض العميل؟ العميل ممكن يعترض ليه؟ ممكن يكون عنده فعلا لاك اوف انفورميشن، مش فاهم كويس، ناقصه معلومات فبيعترض، صح. ايه تاني؟ ممكن يكون عنده مشكله في التايم، في الوقت، يعني وقته ضيق فاضطر يعترض عشان يمشي، صح. ايه تاني؟ ممكن يكون مصدر الاعتراض المنتج، ممكن في حاجه في المنتج مش عاجباه، وممكن يكون مصدر الاعتراض الشركه، وممكن يبقى مصدر الاعتراض حضرتك شخصيا ما فهمتوش، ما تعاملتش معاك كويس فبيعترض، وممكن يبقى مصدر الاعتراض المنافس. يعني انت منتجك كويس بس لو جه قارنه بمنافس يلاقي المنافس فيه حته زياده كده عنك، مع ان منتجك كويس مفيش مشكله، بس هو بالمقارنه يقول لك لا منتجك كده فيه مشكله. فانت عندك اسباب كتيره جدا ممكن تخلي الكاستمر يعترض، اسمها السورسز اوف اوبجكشنز. انت يا جماعه بتتعامل مع شخص عايز تفهم دوافعه وتفهم بيعترض ليه وتدخل جوه دماغه علشان تعرف تقنعه بالتكنيكس بالاساليب. واحده واحده هنوصل ان احنا نهندل كل انواع الاعتراض. في الورك شوب اللي جاي ده بقى انا عامله مخصوص لكل انواع الاعتراضات اللي عدت عليك في حياتك، هنكتبها كلها دلوقتي وهنمسك اعتراض اعتراض نحط التكنيك المناسب علشان نعرف نقنع الكاستمر بيه.